بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا حابب أتكلم عن تجربتي في العمل في الخليج. أنا اشتغلت في السعودية فترة تعتبر طويلة. اشتغلت جزء كبير منها في جهة حكومية كمهندس، وبعدين نقلت إلى شركة قطاع خاص وفترة، وبعدين سبت الشغل ونزلت مصر. يعني الكلام ده نزلت من حوالي 4 سنين. فحابب اتكلم عن تجربتي في العمل في السعوديه تحديدا، في الخليج عموما، في السعوديه تحديدا. يعني السعوديه برضو ليها خصوصيه كده. في حاجه طبعا كلنا نعرفها اسمها عصا موسى. ايه عصا موسى دي؟ ان سيدنا موسى لما سحرة فرعون القوا بعصيهم وحبالهم، فايه بدت لناس كانها تعابين يعني. فسيدنا موسى القى العصا بتاعته فبقت حيه، كلت كل تعابينهم، سحبت كل التعابين. فده تعبير بقى النهارده يقول لك عصا موسى. يعني ايه عصا موسى؟ يعني ايه الحاجه اللي تعملها تبلع كل الحاجات اللي موجوده. يعني يكون عندك موضوع كده معين، ممكن تعمل حاجه تقوم بلع الحاجات دي كلها. الدول اللي هي مش ديمقراطيه بتلجأ لهذا التكتيك لما تواجهها مشاكل كتير، بتدور على عصا موسى. يقول لك بقى ده في ارهاب داخلي، ده في مؤامره خارجيه، ده في مش يعني المهم بيدوروا على حاجه يرموا عليها كل ده. زي طبعا احنا في مصر اي حاجه يقول لك اخوان او مؤامره عالميه. هي مذكرات هيلاري كلينتون المسكين، مع ان الست طلعت قالت يا جماعه ما فيش الكلام ده ومذكرات موجوده ومنشوره ومترجمه ما فيش فيها اي حاجه من اللي بيقولوها، لكن برضه يقول لك هيلاري كلينتون هي اللي عملت 2011 وهي اللي عملت مش عارف ايه. اي طبعا هي دي عصا موسى، يعني ان انت تقول مؤامره خارجيه وهيلاري كلينتون، ومؤامره داخليه وارهاب ومش عارف ايه، عشان تهرب من اي مشكله، ما تحلش اي حاجه خالص. كل اللي عليك بتحصل مشكله سيول في الاسكندريه تقول والله ده ناس حطوا اسمنت في البلاعات. ناس حطوا اسمنت في البلاعات في محافظه اسكندريه اللي فيها 16 مليون انسان. قال ده انت عايز جيش من المهم. في دول الخليج نفس الشيء، دول دي غير ديمقراطيه طبعا، فعندهم تكتيك عصا موسى. بالنسبه للسعوديه، عصا موسى بالنسبه لهم لما بيواجهوا اي مشكله. وعلى فكره مشكله السعوديه هي مشكله اي اقتصاد ريعي. يعني ايه اقتصاد ريعي؟ اقتصاد قايم على تصدير سلعه معينه. السلع نوعين: في سلع صناعيه زي السيارات والطيارات والماكينات والكلام ده، وفي سلع اللي هي المواد الاوليه اللي هي زي البترول والقمح والمش عارف ايه في فرق بين الحاجتين دول مهم جدا جدا. هو ده اللي بيفرق فعلا، بيخلي في دول متقدمه ودول متاخره. وهو ان اسعار المواد الاوليه متقلبه. يعني البرميل البترول ممكن تلاقيه في يوم ب 100، وممكن تلاقيه بعديها بكام شهر ب 20 15. فطبعا اما تكون الدوله معتمده على سعر البترول ده، تخيل بقى اما ينزل من 100 ل 20 يعني خسر 80% من قيمته. طبعا الدول دي بترتبك جدا وممكن تلجا بقى لديون فتحصل مشاكل، وما تقدرش توظف الناس، فغير بقى السلع الصناعيه. السلع الصناعيه ما بتهبطش هذا الهبوط. يعني مثلا بتنتج سيارات، عمرك شفت السيارات بتهبط بالشكل ده؟ لا، ده بالعكس، ده بتزيد. لذلك تلاقي الدول الصناعيه اقتصادها قوي وراسخ. ليه؟ لانها بتبيع عربيات، بتبيع ادوات، بتبيع كمبيوترات، بتبيع حاجات دي سعرها بيغلى. عمرك ما تلاقي سياره سعرها ينزل 50% مثلا، ولا مش ممكن، ولا حتى 10%. ده بالعكس، ده ممكن تزيد على طول، بينما البترول ممكن ينزل 80% يعني. لذلك هو ده الفرق بين الدول الصناعيه والدول اللي بتعتمد على العائد الريعي. فطبعا في الفترة دي أنا كنت هناك، كان البترول في أسوأ حالاته، كان وصل $9 لدرجة إن المملكة ما كانش فيه، يعني كانت حالتها ضنك خالص. فبدأت يدوروا، فطبعا مش قادرين يوظفوا الناس في المية، مشاكل عشان يبنوا مدارس فيقول لك إيه؟ طب دور على عصا موسى. إيه عصا موسى ده؟ الأجانب. الأجانب هم سبب المشاكل، هم البطالة سببها الأجانب، اللي مش عارف إيه سببها الأجانب، إيه الأجانب. تبص تلاقي الشعب كله معبأ ضد الاجانب. يعني انت وكده اي انسان بتتعامل معاه سعودي بتحس ان هو معبأ بهذه الفكره، ان انت جاي. هو مش بيبص ان انت بتبيع له سلعه اللي هي علمك وخبرتك، وبتبيع له سلعه وبتاخد ثمنها. انا تاجر زي ما انت بتتاجر في البترول، انا بتاجر في حاجه تانية، لا الخبره الهندسيه مثلا، او الخبره الطبيه، او الخبره العلميه، او الخبره التعليميه. يعني انا عندي سلعه ببيعها لك وانت بتشتريها.
ثانيا انت اللي جايبني. ثالثا انت بتجدد الاقامه كل سنه. يعني لو انت مش عايز الناس دي، طب ما تمشيهم يعني، من غير ما تقعد تذلهم بقى وانتوا لا، ما تمشيهم، هم قاعدين غصب عنك مثلا. ده اقامه بتتجدد كل سنه. اقامه بتتجدد كل سنه يعني. امنع تجديد الاقامه، خلاص انتهى الموضوع. ما تقعدش بقى تذل الناس. وبعدين انت يعني لما انت تحسس الشخص، واحد زيي، لما انا احس كده ان انا غير مرحب بيا، وان انا مش، طب انا هشتغل ازاي في هذا الجو؟ ايه ده؟ ازاي انا هحب هذا البلد واخلص له وانا يعني ازاي يعني؟ ايه ده؟ انت بتوصل للاجنبي انه يكره اللي يكرهك؟ حاجه غريبه، ده منطق عجيب جدا. انت يعني انت المفروض تحببني فيك، تحببني فيك عشان اقدر انا اديلك اكتر، مش تكرهني فيك عشان ابقى انا من جوايا قرفان منك وقرفان من عندك، من بلدك، وقرفان من الشغل عندك. فهم طبعا بيوازنوا العمليه ويقول لك احنا ما هنعمل ايه؟ ما احنا الناس عندهم بطاله وعندهم كده. لازم نجيب مبرر يقول لك ايه؟ الصعوده، الاجانب هم مشكلتنا. مره الامير كان وزير الداخليه، كان اسمه الامير نواف حاجه كده، هو توفى. جه كده في الرياض على مبنى الجوازات الرئيسي، علق يافطه كده، ايه، يجي 50 متر في 50 متر، مكتوب عليها ايه؟ صحيت انا ماشي بالعربيه عادي في طريق الملك فهد: ايها المقيم، احنا يعني، اعلم بان ايامك معدوده في المملكه. ايه ده يعني؟ انت يعني، انت انت شارب حاجه مثلا؟ يعني ايه ايامك معدوده؟ ايه ايامك معدوده في المملكه؟ يا ابني ده انا بديك الاقامه ولسه بديك الاقامه، وانت قلت لي عايزين الراجل ده. طيب ما تمشيني يعني. انت لازم وايه قيمه البتاعه دي يعني؟ مش فاهم يعني، دي هتفيدني في ايه؟ لا انت هتفيدني في ايه يعني؟ دي ايه دي يعني؟ ايه فايدتها دي بالنسبه لي؟ بتقول لي يعني ان انت احنا عايزين نطردك بس مش قادرين مثلا؟ ايه عقليه الاطفال دي؟ إيه دي؟ عقليه طفوليه. هو بس هي مش موجهه لينا، هي بتقرفنا صحيح، بتضايقنا نفسيا، بتخليني اكره البلد دي، لكنها هي موجهه للسعوديين يعني بصوا احنا عايزين نطردهم، هم دول اللي مانعين عنكم الخير، هم دول اللي مانعين عنكم مش عارف ايه، هم دول. في حين ان هو لو اي طفل هيرد عليه يقول له: مش انت اللي جايبه؟ مش انت اللي بتجدده الاقامه؟ مش انت اللي بعد جايبه من بلده؟ مش انت. طب وهو لو مشي هتجيب مين بداله يدرس في الجامعات ويبني المنشآت ويعالج في المستوصفات والاطباء ويكنس الشوارع؟ انت تقدر تكنس شوارع المملكه؟ عندك انت لو مشيت الهنود اللي والبنجلاديش دول تقدر تمشي تنظف شوارع المملكه؟ لا. ده انت هتنتشر عندك الاوبئه. ما عندكش انت واحد سعودي يرضى يشتغل كالناس؟ مفيش. والريدي هياخد كام؟ 3 4000 ريال ويشتغل يوم و10؟ لا. ده انت الهندي بتطلع روح ام اللي خلفه امه طول النهار، بتذل امه من 6 الصبح ل 6 بالليل على 500 ريال في الشهر. على 500 ريال انت يعني، انت لو مشيت ال 2 مليون اللي بينظفوا لك المملكه دول من البنجلاديش والهنود، انت هتصرف ميزانيه المملكه كلها على تنظيف الشوارع المملكه. يعني ميزانيه المملكه كلها مش هتكفي عشان تنظف الشوارع المملكه. فلازم تفهم ان انت الاجنبي ده جاي يبيع لك سلعه انت محتاجها. هو ممكن يشتغل في مكان تاني، يروح بلد تانية، يروح بلده يشتغل برضه، انما انت مش هتقدر. اه انت ممكن تجيب واحد بداله، لكن برضه انت الاجنبي لا يمكن تتخلى عنه، لا يمكن تستغنى عنه، بلدك هتقف، بلدك هتقف. فدي اول حاجه تضايقك في السعوديه، ان انت احساسك بان هم حاطينك قدام المواطن وكانك عدوه. طب عيب، ده عيب يعني، انا اعتقد ده ما يصحش يعني. مفيش دوله محترمه يعني بتشتغل بالطريقه دي. دي حاجه. في حاجه تاني حاجه بقى، اللي ان انت لما بتشتغل يعني، مثلا لما كنت في الحكومه تبص تلاقي في سياسه كده. واحد سعودي كان مدير صاحبي كده وقالها لي يعني، قال لي: بص احنا لو اتعرف عن واحد مننا ان هو بيقدم اي ميزه للاجانب اللي زيكم، مش هيترقى ولا بالعكس، ده ممكن يعاقب. لازم انا سياستي كده اقول ان انا بحارب الاجانب، ان انا بقرفهم. كل ما يتعرف عنك انك بتقرفهم وتطلع روحهم، يبقى انت ممكن تترقى، وممكن آه، تبقى وضعك احسن ومحبوب. وانا هقول لك بقى ازاي بيقرفوا الاجانب في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.